مرحبا. Hello Anazala family. What's up Anazala family? Good morning Anazala family. فيديو النهارده هنقيم محتوى انا صالة الجديد، ويا ترى في فرق بين المحتوى العربي والمحتوى الاجنبي، وهل البودكاست الجديد هينجح؟ استنوا مفاجأة في اخر الفيديو، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا. اهلا بيكم في عالم خالد وإيمان. النهارده هنقيم فيديوهات انس واصاله وسبب اختفائهم عن المحتوى العربي. يلا بينا نبدأ على طول. طبعا كلنا عارفين ان انس واصاله من اكبر اليوتيوبر في الوطن العربي، ومن اقدم الناس اللي بيقدموا محتوى عائلي، بس فجأة كده وبدون اي اسباب غيروا المحتوى وبقوا مركزين اكتر في المحتوى الاجنبي. بالدليل سنة 2022 بالظبط 39 فيديو انس واصالة منزلينه على القناة العربية، وده ناس كتير جدا زعلانة من انس واصالة او اختفاء انس واصالة عن المحتوى العربي. فتعالوا نشوف الاول الفرق ما بين المحتوى العربي والمحتوى الاجنبي ده عامل ازاي. يعني ومختلف في ايه؟ المحتوى العربي بالنسبة لانس واصالة يعتبر يوميات عائلية او هو حياتهم يعني حياتهم عامله ازاي، حياتهم اليومية كمان من اول ما اتجوزوا لحد ما خلفوا ميلا وروح. بس في المحتوى الاجنبي الموضوع مختلف خالص، هم بيقدموا كونتنت ليه علاقه بالكرييتيف. الموضوع اتطور جامد جدا، تحس ان هم قلبوا شويه عن مستر بيست، الفيديوهات اللي احنا بنشوفها، الفيديوهات اللي هي مصروف عليها او فيها فكره كويسه. تعالوا الاول نشوف المحتوى الاجنبي عامل ازاي. طبعا معظمنا لاحظنا ان هم بدل ما يبقى عندهم قناه واحده في المحتوى الاجنبي بقى عندهم قناتين، واحده فلوج وواحده انا الصاله، بس هم عاملين ازاي انا الظلمه. هو اصلا فرق بين الفلوج والانازله. اي واحده بيقدموا عليها فلوجات والتانيه بيقدموا عليها حياتهم اليوميه، يعتبر بس الفلوج دي بس عملوها كانها حياتهم اليوميه. طبعا من احسن الفيديوهات اللي موجوده على القناه الاجنبيه يعتبر اخر فيديو اللي هم عملوا فيه ميلا اللي هي تبقى رئيسه امريكا. بص هي فكره حلوه يعني الافكار في القناه دي بصراحه تحفه. احلى حاجه فيهم كمان بتعجبني ان هم رغم صغر سن ميلا او رغم ان هي عندها 4 سنين بس هم مدينها ثقه حلوه جدا. الفيديوهات الاجنبيه ان هي تبتدي تجرب حاجات او تعمل حاجات خبره في حياتها هم ان هم بيخلوا ميلا بيبقى عندها ثقه في نفسها جامده قوي. فده الهدف يعتبر بالنسبه لهم من المحتوى الاجنبي، ان هو الشغل كله متركز على ميلا اكتر. انا حاسه كده. احسن الفيديوهات اللي نزلت على القناه يعتبر اخر فيديو خلوا ميلا كانها رئيسه امريكا اليوم كامل، وان هي تهتم بنوح اليوم كامل، وبرده خلوها فيديو اللي هو لازم تجيب 3 حاجات تقريبا بتاع السوبر ماركت. ده كان جامد جدا. هو حلو جدا ان هو بيخلي فيديو لميلا ثقه في نفسها كبيره قوي. بالظبط، وده فعلا اللي احنا مفتقدينه في العالم العربي. هم متهيألي ان هم لجأوا ان هم يروحوا يعملوا فيديوهات زي كده، لان مفيش في المحتوى العربي بتاعنا ناس بتعمل كده. والله بصي مش عارف يعني، بس حاسس ان هو يعني الافكار دي لو كانت اتعملت بالعربي بالطريقه العربيه كانت هتبقى شكلها حلو قوي. بعدين كمان هم اخدوا لاين تاني خالص، يعني اللي بيعمل نفس الكلام ده اسامه بيعمل نفس الحاجات دي بافكار مختلفه بس بالعربي، والحمد لله عامله فيدباك كويس جدا، وكل الناس بتتكلم عليه وكل الناس بتديله تقييمات ان هو احسن يوتيوبر السنه دي. فلو كان انس برضو عمل نفس الكلام ده بالعربي اعتقد كان هتفرق كتير قوي معايا. هو دلوقتي تركيزه كله يعتبر بقى على المحتوى الاجنبي، كمان بيعمل سيلبريشن مع ناس كتير اجانب، فاعتقد ان هو وجهه نظره انه عايز يطلع انا صاله للعالميه بالظبط. وده اللي اصاله اصلا يعتبر قالته قبل كده في ستوري. هم حققوا ان هم يبقوا اكبر يوتيوبر عربي، فهم حلمهم ان هم كمان يوصلوا انا صاله، او يوصلوا ان في كابلز عربي او في صناع محتوى عربيين. بس في نقطه حلو جدا طبعا وصح وكل حاجه، بس يعني الجمهور اللي هو يعني الجمهور اللي وقف في ظهرهم ووصلهم ان هم يقدروا يعملوا محتوى مع ناس اجانب. هي دي الفكره بقى، ان هم نسيوهم يعتبر مش نسيوهم بس هم يعني لا يعني انت بتكلمي في سنه 39 فيديو برضو قليل جدا بالنسبه للانصار. هم كانوا تركيزهم السنه دي كلها على المحتوى الاجنبي. تحس ان هم وصلوا اللي هم عايزينه خلاص المحتوى العربي، فمفيش مفيش جديد يقدموه، مفيش افكار يقدموها. هو اوريدي وصلوا الحلم عندهم ان هم يبقوا كابلز او كفاميلي. انت كل ما بتوصل لحاجه كل ما بتطمح او كل ما بتعلن انك انت تبقى عايز توصل لحاجه ثانيه. هم حلمهم بقى ان هم يوصلوا ان في ناس موجوده في الوطن العربي فعايزين يوصلوها لبره. هو ده اللي انس واصاله عاملينه الفتره دي، ان هم نزلوا دبي زي ما كلنا طبعا عارفين. بس هم عاملين حاجه ثانيه علشان يقدموا البودكاست. من خلال البودكاست هيردوا على كل اسئله الناس اللي موجوده. هو البودكاست ده هو بيستضيفوا ناس. اول حلقه اللي عاملينها يعتبر اسامه واحمد نشيط هم اللي بيسالوا انس واصاله، تمام؟ فبناء عليهم هيردوا على كل الاسئله اللي موجوده او كل الاسئله اللي مش عارف. بس انا شفت ان اول حد كان نور. لا هم طالعين بودكاست مع نور. إزاي؟ في البودكاست بتاع نور. لا ايوه ان هم هيعملوا محتوى جديد بودكاست او عملوا البودكاست. يعتبر البودكاست طلعوا في مره مع نور ستارز، وفي مره تاني يعتبر احمد نشيط هو اللي بيقدم لهم الاسئله هو واسامه مروه. فهم على الاساس ده في البودكاست بتاعهم هم عاملين بودكاست خاص بيهم. يعني كل واحد دلوقتي بقى شغال البودكاست. بالظبط. ده ازاي؟ طب ما تيجي تعمل بودكاست انا وانت بس اللي هنسال والله نفسنا. عادي يعني، انا عندي اسئله كتير عايز اسالها لك. بس
كمجمل انس واصاله في المحتوى الاجنبي بيتعبوا عليه بصراحه، وبيقدموا حاجه كويسه جدا ومشرفه بمعنى اصح كفكره وكشكل الوطن العربي يطلع بيه بره للعالمين. فانتوا برضو اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في المحتوى انا صاله الفتره دي، سواء العربي او الاجنبي. ايه رايكم في الموضوع ده؟ هل الموضوع دوت مضايقكم؟ وهل الموضوع دوت انتوا كمتابعين ليهم متقبلين غيابهم عن المحتوى العربي واوريدي انتوا كده بتتفرجوا عليهم في المحتوى الاجنبي؟ فهل ده بالنسبه لكم عادي ولا لا؟ حاجه عايزه اقولها، انس واصاله حسيت ان هم لاول مره بيكذبوا في المحتوى الاجنبي، ان هم قايلين اول مره بنسيب البيبي ومسافرين في مكان تاني. لا اول مره في المحتوى الاجنبي، بس هو سابوهم 100 مره مش مشكله، بس هو في المحتوى الاجنبي دي اول مره. انت ايه رايك، يعني ايه رايك في المحتوى بتاعهم الفتره اللي جايه؟ يعني شايفه هيقدموا حاجه في المحتوى العربي ولا هيركزوا اكتر في البودكاست؟ عاملين فتره في دبي علشان يقدموا البودكاست حاليا، واكيد برضو المحتوى العربي هيفضل زي ما هو بالنسبه لهم كيوميات. يعني شايف الموضوع مش هيتطور؟ يعني ما اعتقدش ان هم هيقدموا افكار مختلفه زي المحتوى الاجنبي. وده كان تقييمنا باختصار لمحتوى انس واصاله العربي والاجنبي، وبس نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. هم طبعا كانوا سبب الناس كتير جدا تبدا على اليوتيوب، طبعا من ضمنهم احنا. بس ده كان كده الفيديو النهارده، فيديو خفيف بسيط لطيف لذيذ من ناس احنا بنحبهم. ولو عايزين تشوفوا تقييمات تانية اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. حابين نقيم مين المره الجايه؟ حطوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب للقناه علشان نكبر بيكم، وما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام، اكونتات تحت في الديسكربشن بوكس. ونشوفكم في فيديو جديد.